قدوا. بعد النائب مشعان الجبوري. شكرا سيادة الرئيس. سيادة الرئيس، احنا نعرف اكو قانون انتخابات قديم. اليوم بدنا نجدد القانون لانه كل دورة اكو متغيرات، ولازم المجلس والقانون يماشي المتغيرات. من المتغيرات الحالية في هذه الدورة، مجلس الوزراء ألزم نفسه بأربع ضوابط: إعادة الاستقرار، إعادة النازحين، خلق البيئة المناسبة، ودعم الانتخابات لوجستيا. اليوم إلى الآن أنا في مدينة الموصل، مو محافظة نينوى، مدينة الموصل بيها 2,400,000 بشر إنسان. في أحسن الاحتمالات الآن الموجودين بالأيسر 700,000 ما يعبرون، والأيمن 150 إلى 200. هاي 900، خلي مليون. وين 1,400,000؟ وين تريد تاخذنا الحكومة بهاي الانتخابات؟ تغير مناطقنا ديموغرافيا من الناحية السياسية؟ يعني احنا الانتخابات مقدسة، أنا ما عندي مانع، لكن إذا الانتخابات ما جاي تخدم أهلي ومنطقتي وبيئتي واللي ناس اللي يمثلهم، شنو قيمة أن أكون نائب وأقوم وأتشبث وأروح يمين ويسار؟ فعلينا سيادة الرئيس أن نضمن التزامات مجلس الوزراء، نضمنها بالقانون. ما قيمة أن يتعهد مجلس الوزراء الحكومة بإجراء كذا إذا مو قانوني؟ هاي واحدة. اثنين، من ناحية الآليات، أنا أشوف الترشح بالعراق أصبح مجاني. يجي واحد يرشح نفسه، يدخل انتخابات، يطلع، نجح، فشل راح لأهله. ينبغي أن نضع آليات نلزم المرشح اللي ما يجيب حد أدنى مثلا 500 صوت يغرم هالقد من نفقة الانتخابات. هذا واحد. اثنين، هاي موجودة معمولة بيه بالعالم. ما يجوز واحد يجي يكلف الدولة كذا مبلغ ويطلع بالنتيجة هو جاي تسلية، خسر راح لأهله. الحكومة الدولة صرفت عليه هالقد مبلغ، نخلي حد 500,000 صوت ما يجيب نقول له تسدد هالقد للموازنة. اثنين، وكيل وزير مدير عام صعودا يرشح، ترشح نعم، تنحى عن وظيفتك 6 أشهر، استقيل وتعال رشح. مو أنت مدير عام إلى اليوم الأخير تعمل في دائرتك وتروج لنفسك وحضرتك والمجلس الموقر يعرف. السلطة سبب لجلب الناخبين. 3، العمر، الله سبحانه وتعالى من أنزل الأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ابلغ 40 يلا انطيك أمانتك. بعد 40 انطى نزل له. احنا شلون نجيب شاب عمره 25؟ أنا مع الشباب بلا مزايدات، لكن أكو رجاحة عقل، أكو نضوج، أكو خبرة. أنا أعتقد جول 30 ما يخدم الناس. أخيرا سيادة الرئيس، الكوتا، فلسفة الكوتا موجودة حتى المجموعة أو الأقلية التي لا تستطيع الوصول إلى العتبة الانتخابية نشيل نعطيه كوتا، نقول تعال تمثل بالمجلس. مثلا الأخوة الصابئة ما يوصلون العتبة يمنح لهم مقعد. بقية الأقليات كذلك. اللي إذا نشوفه بالعراق أقلية يمنح كوتا ويجيب 7 نواب، هذا مو صحيح. اللي ما يقدر يوصل كوتا ياخذ، اللي ما يقدر يوصل عتبة يمنح كوتا، اللي يعبر العتبة ما يمنح كوتا. على أي أساس أنا الفلانيين أنطيهم مقعد كوتا وأجيبهم ما جايبين 5 نواب؟ هاي عبرنا فلسفة الكوتا. تمثيل النساء، نعم أنا مقدر كقانوني أن هناك نص بالدستور يقول النساء يجب أن يكون التمثيل لا يقل عن 25، لكن شلون معيار احنا شلون نغبن الناخب؟ نائب يجي عنده 10,000، سيدة تنافسه عنده 250 صوت. يعني هذا هدر لأصوات الناس. ينبغي أن نضع حد لهذا الموضوع. على الأقل إذا لا نستطيع أن نلوف على النص الدستوري، على الأقل لا يعبر النسبة، لا تعبر في النساء 25%. أكو سيدات كثيرات عبرن العتبة وحدن، وبالتالي ينبغي أن نحدد، نقلل، نقول اللي عبرن أن هي عابرة. أكو سيدات جابن أكثر من 20-30 ألف صوت. نخلي الكوتا في حدود ضيقة، مو كوتا مفتوحة تصل إلى 33 و34%. شكرا سيادة الرئيس. النائب حنين
قدوا النائب مشعان الجبوري. نعم.